السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير هانيين. اليوم نوجد معكم واحد البلا ديال الحوت كيجي خطير. مرحبا بكم في مطبخ لطيفه، وندوزو للمقادير. الحوت بواحد الشرموله كيف ما كنقولوا حنا، اولا تتبيله اللي كتجي رائعه بزاف وزوينه وخطيره في نفس الوقت. بغيت نشاركها معكم. انا هاد الشرموله ما كتخطانيش فما كنبغي نقلي الحوت، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. بالنسبه لانواع الحوت اي نوع كتفضلوا ديروه، يا اما غتقليوه يا اما في الفران. بحال هاد الشرموله كتجي فيهم بجوج زوينين. وبالنسبه لانواع الحوت اللي عندي اليوم، عندي انا الصول اللي بطبيعه الحال منقي ومغسول، وعندي الميرنا حتى هي منقيه ومغسوله، وعندي الفرخ عندي هاد الطروفه واخا كبار، هادو حيت كنديرهم انا للفران. كي قلت لكم غادي نشارك معكم كميه نقليوها وكميه ندير الفران وكميه نقليوها بحال. بالنسبه لهاد الشرموله اللي كندير، عندي فيها قزبر والمعدنوس، عندي فيها الثومه، عندي فيها واحد النص ديال فلفله حلوه، عندي فيها البصله، واحد نص تاع البصله صغيره. بالنسبه للبصله ما تستغربوش، البصله كتجي زوينه بزاف وجربوها في الحوت، راها كتجي خطيره، لان قليل اللي كيعتمد على البصله في الحوت، قليل اللي كيدير قليل. كي قلت لكم جربوها، راه كتجي البصله في هاد الشرموله كتجي زوينه. وعندي واحد فلفله صغيره حاره، وعندي جوج حامضات كبار معصرين والعطريه. اول حاجه غادي نديرها، غادي ناخذ طحانه، غادي ندير فيها الثومه. كي قلت لكم هاد الشرموله راها مبكه ولكن راها زوينه بزاف. غنبدا ندير فيها القزبر والمعدنوس والبصله، فلفله حاره صغيره، فلفله حلوه، يا اما وحده صغيره يا اما نص وحده كبيره. وغادي ندير الحامض معصر، غادي ندير واحد شويه ديال زيت العود، تقريبا واحد ربع كاس النص. صافي غنطحن هاد الخليط كله مزيان ونطلقو. صافي بعد ما طحنت الخليط كيعطيني هاد القوام هذا. بالنسبه للفلفله الحلوه اللي درت، يمكن لكم تستعملوها حمراء ولا خضراء بحال. هنا غادي ندير معلقه صغيره ديال الخرطوم. الشرموله ديال الحوت راه معروفه كديروا في العطريه كامله. معلقه صغيره ديال التحميره، البزار، والكميه ديال هاد الشرموله على حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم. الكمون معلقه ونص صغار، حتى معلقه كبيره، مسكينجبير. الملحه ما كنكثروهاش لان الحوت ما كيبغيش الملحه بزاف. نخلط هذا الشيء، نحاولوا نديرو ايدينا باش تشرمل القامه مزيان. غادي نشرملو فيها الحوت كله. قلت لكم ماشي بالشرط الانواع اللي درت انايا، اي نوع كتفضلوا، ولكن صدقوني راه كتجي زوينه بزاف وكيجي مبدل المذاق ديال الحوت. صافي نشرب الصور حتى هو. بعد ما شرملت الصول، دابا غنديرو الميرنا. نحاولوا ندخلو شويه هنا. كي قلت لكم غير جربوا البصله في الحوت، خاصه بهاد الطريقه راه كتجي لذيذه بزاف. صافي غنكمل. صافي بعد ما رقدتو اولا شرملتو غنخليه واحد نص ساعه، ما كاملاش
حتى يتشرب الاقامه. ماشي الوقت بزاف، لان كيف ما كنعرفوا الحوت دغيا كياخذ الاقامه ديالو، ماشي بحال الدجاج كيبغي على الاقل ساعتين او يبات، اولا الحوت دغيا كياخذ الاقامه ديالته. نخلي بما وجدنا الانسان ديما واجد باش غيرافق الحوت. انايا خصصت لكم هذا الفيديو غير بطريقه الحوت، اما بالنسبه باش غنرافقو غندير معاه واحد شويه الزعلوك حيت مشاركه معكم ملي مشوي، شويه الفريت وشي شلاضه ولا شي حاجه. المهم الحوت غنخليه كي قلت لكم واحد نص ساعه ان شاء الله، ونتلاقاو ملي غنبغيو ناكلوه. دابا ملي دازت تقريبا نص ساعه غنشعل الفران يسخن، غندخل اللي غيدخل الفران هو الاول كيف واحد البلاطه درت فيها بابي الومنيوم، بابي كويسون بطبيعه الحال، غندير فيها الحوت. كي قلت لكم اي نوع غديروه في الفران. هاد الشرمونه هادي نحاول نجمع بحال هكا. كندير شي طبق ماشي صينيه، نجمع غير الجناب بحال هكا. غادي نجيب الطافي من الفوق الالومنيوم، صافي وندخلها دابا للفران تقريبا واحد ثلث ساعه، ونعريه دغيا يتحمر من الفوق ونقدموه صافي. ودابا ان شاء الله ندوزو نقليو الاخر. دابا بالنسبه لي غنقلي بطبيعه الحال كالعاده خديت عندي هاد الطحين فورس، غندير فيه شويه الملحه مع شويه ديال الخرقوم وشويه ديال البزار، صافي نخلطوه. بطبيعه الحال الزيت راه كيسخن، صافي كيف العاده ندوزو الحوت ديالنا في الفورس ونعاودوه بحال هكا. صافي الزيت كي قلت لكم راه كيسخن، غنبدا نقلي دابا ان شاء الله. صافي الزيت ها هو سخن ونقلي. خاص الزيت يكون سخون مزيان باش الحوت يجي مقرمش. ندير هنا واحد شويه الفريت كيتقلى، صافي راه معروف الحوت كيفاش كيتقلى. غادي نتحمروا هاد الوجه ونقلبوه ونحيدوه، ومن وراه غندير الصول. صافي دغيا كيطيب الحوت. واحد الريحه طالعه ديال هاد الشرموه اللي درنا للحوت زوينه بزاف. كي قلت لكم غير جربوها، كنقولها وكنعاودها، غير جربوها صدقوني راه كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نقلبو على الوجه الاخر. ميفوتوش فيه الخيار باش ميجيش كينشف، باش يبقى طري الحوت. صافي كيبان ليا راه طاب، غادي نحيدو. ندير واحد الشبيكه اولا تغسل مفرشه فيه الطافي. ما كيشربش الزيت بزاف، الا لبسنا الطحين جوج مرات ما كيشربش الزيت بزاف.
دابا غنبدا ندير حتى الصول دغيا كيطيب. صافي دابا حتى الصول حتى هو راه بدا كيطيب كما كنعرفوا، راه دغيا كيطيب. واصلا الحوت كنخليوه اخر لحظه، يعني ملي كنوجدوا شلايض نوجدوا داكشي بنا راه ديال الحوت كنخليوه قليان هو الاخر دغيا. صافي غنحيد نكمل الصول في القليان واللي في الفران حتى هو راه قريب يوجد، وتشوفوا معايا ان شاء الله الطبق النهائي. واولا نخرجوا ليه في الفران نشوفوه بعدا عاد نقدموه. هذا اللي كان في الفران هو خرجته ها هو. صافي دابا ان شاء الله ما بقى لنا غير نحطو في الطبق ديال التقديم ونشوفوا الشكل النهائي. كيجي محمر وزوين واللوين ديالو، اما الريحه ما نقولش لكم عليها تبارك الله، واحد الريحه زوينه بزاف. صافي دابا ان شاء الله غادي نديرو في الطبق ديال التقديم ونتلاقاو. وهذا هو الطبق ديالي ديال الحوت ديال اليوم، جا على هذا الشكل هذا. رافقته بواحد شويه ديال الزعلوق بالطنجان مشوي مع صوص طوماط وشويه الفريت. بالنسبه للحوت اللي في الفران ها هو درتو بالالومنيوم بابي كويسون اللي طاب فيه. درتو به يعني هزيتو بحال هكا وحطيتو الوسط باش يبقى معزول. صافي كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نحاول نقرب الكاميرا. الصراحه كي قلت لكم جربوا هذه الطريقه ديال هذه الشرموله، راها كتجي لذيذه بزاف، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كنتمنى انكم تزوروني على القناه ديالي ودعموني وديروا بارطاج باش ان شاء الله يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامه.